أصدقائي الأعزاء، صباح الأنوار، صباح السرور، صباح الصباح على عيونكم الحلوة وعلى قلوبكم الطيبة. حديثنا بمشيئة الله هذا الصباح من قناة صوت الإنسانية، من القلب إلى القلب، بعنوان الأخت أم حيدر من أهالي الديوانية الكرام. تقول: والله أنا أتعجب من أشوف هيك مواقف، ومن أشوف هيك نساء بهالجرأة هذه وبهالرعونية وهالاسترجال. يعني امرأة مسترجلة تقول: إحنا ما عدنا محافظتنا بالديوانية وأقربائنا بغير محافظات، يعني نروح لهم، ما عدنا هيك نساء أبدا. المرأة تكون ودودة، تكون حنونة، تكون عطوفة، المرأة ريحانة. شنو هالرجولة هاي مسترجلة، وبعدين بيمن متقوية هاي؟ منو واسطتها؟ مدير مخابرات؟ ما أعتقد يقبل. مدير الشرطة العام؟ وزير؟ نائب؟ رئيس وزراء؟ رئيس مجلس نواب؟ منو واسطتها؟ تقول غير يريد نعرف منو اللي ملتزمها لهاي الامرأة اللي مسترجلة بهالدرجة هذه. شو مسوي لها رجل المرور؟ شافها مخالفة يريد يكتب لها عقوبة، يكتب لها غرامة. وشنو يعني؟ شنو يعني أنت غلط عليك؟ ما أعتقد غلط عليها. ما يغلط رجل المرور عندنا، ما يغلط على امرأة. زين، شنو هالاستهتار هذا ما موجود. هذا الفعل أو هذا العمل ما موجود بكل دول المنطقة، لا الدول العربية ولا المجاورة، أن نهائيا ماكو. بأكثر البلدان تخلفهم أيضا ما موجود هيك نساء. هذا استهتار. هذا الحل الوحيد إلها، تلبسها بنطلون وتشيلها فلقة بنص الشارع، وان على أبو اللي يطلع لها. تقول شنو هالاستهتار هذا؟ ياهل يجي يضرب شرطة المرور، ياهل يجي يعتدي على قوى الأمن. منو أنتو؟ شنو أنتو؟ الله يساعد قلب الوزير الداخلية. والله تقول لو أنا رجال وأنا وزير ألبسها بنطلون وأشيلها فلقة بالشارع من الصبح لليل، أدق عليها. خلي كل الناس تصور الفيلم ويشوفوه كل العالم، حتى تكون عبرة لمن اعتبر. ما يصير هيك يا عمي، ما يصير. تقول عمو أنا بعد ما أقدر أحكي حقيقة، لأن كنت محضرة حكي كلش هواية، ولكن من اتصلت بيك راح كل الحكي حقيقة. والله تبخر، لأن أدري بيك أنت إن شاء الله تكفي وتوفي، وأتمنى لك كل التوفيق عمو. أختي العزيزة، أنا ما أدري أيضا، والله العظيم ما أدري أحكي. شر البلية ما يضحك. يعني إحنا العراقيين بلد الأئمة، بلد مادي، يعني بلد يش احنا مادي. راحت كل القيم حقيقة، كل القيم. أنا شخصيا تربيت بمنطقة شعبية، يعني مدينة الحرية، الكاظمية، هاي مناطقنا عشنا بيها. يعني ما شفنا مرة تطلع تعارك وتشيل عودة وتشيل توثية وتشيل يعني عصا وتشيل طابوقة وتضرب الشرطة المرور. ماكو هيك، ما شفنا. ما عندنا هيك نساء بالعراق. يعني هذا العمر كله صار شقد من الخمسينات إلى هسه ما شفنا. ولا كان بزمن الملوكية، أيضا كانت بزمن الملوكية القيم أحسن من هسه. القيم العشائرية، القيم يعني القيم الإنسانية. عندنا قيم إنسانية بمعنى الكلمة. المرأة مرأة والرجل رجل. ما ننتقص من شخصية المرأة ولا ننتقص من دورها، لا، وإنما من استضعفه. يعني مرة تلزم لها طابوقة وتركض وراء الشرطي؟ صدق كذب عمي هاي ما صايرة هذه. والله أنا أضم صوتي لصوت الأخت، ألبسها بنطلون وأشيلها فلقة بنص الشارع، وإذا شوف منو يطلع لها، منو رجلها منو مثلا، شنو شغله، بيمن، من يا عشيرة، من يا قوم، من يا ملة. ما يصير هيك عمي. انت من تهين شرطة المرور، هنت العلم، هنت الجمهورية العراقية، هنت كل المسؤولين، هنت وزارة الداخلية، هنت رئيس الوزراء. ما ظلت النقيمة. وبعدين هذا الفيلم يشوفوه دول عربية ودول أجنبية. العالم صار دولة، قرية صغيرة العالم صار. هسه احنا نعرف شكو بالسويد، شكو باستراليا. هذا الفيلم راح ينشر بكل منطقة.
بكل العالم ينتشر. وين هذه بالعراق؟ ليش هيك يابا؟ ليش رجعتونا 1000 سنة؟ هي هاي الديمقراطية؟ بس أنا إذا أسأل يعني سؤال أسألها للأخوة، أنا ما أعرفها ولا أعرف شنو موضوعها أصلا، بس أسأل السؤال أقولها لو بزمن ذاك النظام تقدرين تطلعين تضربين شرطي؟ تقدرين؟ كان سوى بيك برزان لو وطوان لو سبعاوي، كان شدوش على النخلة العوجة، تندليها النخلة العوجة لو لا؟ كان شدوش عليها وقاموا يضربون بيك. عيب بابا عيب، عم استحوا شوية، خلوا لكم غيرة، خلوا لكم حياة. شنو مرة لازمة لها طابوقة وتركض ورا الرجال؟ والله أنا ما أدري بعد، يعني شريد أحكي ما أحكي ليش أحكي؟ يعني شحتي شعر لك شو أقول؟ هي الصورة واضحة، والصورة تتكلم عربي، وإحنا هم كلتنا عرب الحمد لله والشكر. يلا يا أخوان نقول لكم مع ألف سلامة، وعاش العراق والعراقيين الشرفاء إلى الأبد.